لأول مرة يا عماد من المفروض أن كأس إفريقيا وهي تحط الرحال بشمال إفريقيا لدى الجار، المفروض أن نحضر هنا في الجزائر، لأن الظروف المناخية وكل المعطيات هي نفسها التي سوف نجري فيها نهائيات كأس إفريقيا. فكيف نذهب ونفر من هذا المعطى إلى قارة أخرى اسمها آسيا؟ أعطيك معلومة. تفضل. بيتكوفيتش عند اجتماعه مع الطاقم الفني ومع حتى الاتحادية اشترطا على أنه التحضير لكأس أفريقيا، يعني التربص الأخير الذي يسبق كأس أفريقيا، اشترطا أن يكون هنا بالجزائر، واقترح مباراة ودية واللي راح تكون بنسبة كبيرة أمام منتخب زامبيا. المعلومة ليست مؤكدة، لكن هناك مفاوضات مع الاتحاد الزامبي لكرة القدم. اشترط أن يكون التربص هنا بالجزائر قبل السفر إلى المغرب لخوض كأس أفريقيا. قال المناخ متشابه وكل أمور متشابهة. طيب، هذه تفصيليات. أنا أتحدث عن المنطق. من المفروض أن ما دام أننا نحضر إلى أول منافسة رسمية وهي كأس إفريقيا قبل المونديال، وهذه المنافسة تجرى على ملاعب جوارية يعني بالقرب منا، من المفروض أن نحضر في الجزائر أكثر من ذلك. كنت أتوقع أن معظم المنتخبات الإفريقية تحج إلى الجزائر في هذه الفترة لتحضر إلى نهائيات كأس إفريقيا. يعني كان من المفروض منطقيا أن الفيدرالية يكون لديها العديد من الطلبات لعديد المنتخبات الإفريقية أن تتبارى معنا على أرضنا، لأنها تحضر إلى نهائيات تجرى يعني قرب الجزائر، ويكون لدينا الخيار من نقبل ومن نرفض. صحيح. فإذا بنا نذهب إلى السعودية، سؤال كبير يطرح. آتي الآن إلى الاختيار بحد ذاته. عندما نختار السعودية، وسوف أدقق أيضا مصطلحاتي، عندما نختار منتخب إيرفي رونار، وأنا أدري ما أقول، نحن سوف نتبارى مع أشبال إيرفي رونار حتى أكون مدقق في المصطلح. لماذا اخترت إيرفي رونار؟ لماذا لم تختار الدوسري مثلا؟ رفقاء اللاعب سالم الدوسري مثلا. أنا لا أحجر على مخيلة المتلقي وأترك له مساحة يعني شاسعة حتى يفك هذه الشفرات. عندما اخترنا أن نتبارى مع أشبال إيرفي رونار وفي السعودية، هنا أيضا يطرح السؤال. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن السعودية منتخب أسيوي قد يصلح التباري مع أشبال إيرفي رونار بعد كأس إفريقيا تحضيرا للمونديال وليس قبل ذلك. نفس الملاحظة قلتها عندما تبارينا مع السويد، قلت لك من المفروض أن نختار بلد أوروبي بعد قرعة كأس العالم ثم نتبارى مع منتخب أوروبي. عندما تبارينا مع السويد وتلقينا تلك الصفعة، أثرت على المباريات الرسمية التي تلت مباراة السويد. يعني حتى شفنا المردود أمام غينيا وأمام بوتسوانا. يعني اختيار السويد في النهاية الحق أعطانا، يعني الوقت أعطانا الحق، بدليل أن مباراة السعودية لم تخدمنا البتة. اختيار منتخب زيمبابوي ضعيف قوي، هذا منتخب إفريقي، من المفروض أن نتبارى مع منتخب إفريقي يشارك في الكان. كنت أتمنى فقط أن نختار لأشبال بيتكوفيتش منتخبات أقوى حتى نشاهد يعني عن قرب مستوى هذا الناخب وهذا المنتخب مع منتخبات قوية، لأنه لم يتبارى مع أي منتخب من التوب فايف على الأقل. ربما لم يريدون أن يلدغوا من جحر السويد مرتين. اختيار منتخب إفريقي عالي المستوى قد يضعنا يعني قد لا نؤدي جيدا، لأنه لحد الآن لم نباري منتخب إفريقي يعني عالي المستوى. فريد، شوف، أنا أتحدث على السويد ليس من باب السويد عالية المستوى. السويد مدرسة أوروبية لا تخدمنا ونحن نتبارى مع الأفارقة. تحدث بهذا المنطق وليس منطق آخر. أما أن تهرب يا عماد وتفر من الحقيقة، وهي أنك تواجه منتخبات من القارة التي تنتمي إليها، هذه الحقيقة آتية سواء آجلا أم عاجلا. أنا كنت أظن بأننا سوف نتبارى مع منتخبات قوية، منتخبات القوية، حتى يعني نقف بأم أعيننا على مستوى الحقيقي للمنتخب قبيل إجراء الدورة النهائية في البلد الجار. هذا ثالثا. رابعا، بالنسبة للتشكيلة، أنا متأكد ربما بنسبة معينة، لأن بيتكوفيتش عودنا على المفاجآت. ما يصرح به مترجم بيتكوفيتش وما نشاهده في الميدان شيئان مختلفان. أنا نقول لك على الأقل، أنا لي على الأقل ولا أكتفينا نصف النهائي. نصف النهائي ستصطدم بكبار القوم وكبار القارة، من بعد كل شيء ممكن.
اذا وصلت الى ما نقولش ربع النهائي، انايا نبلاصي لابار في نصف النهائي، طيح مع منتخبات كبيره. اذا مريت للنهائي كل شيء كما نقولوا، لكن حتى اذا ما مريتش نظن انه تصطدم باحسن منتخبات في افريقيا، وهذا انا ليا كافي. لهذا نظن انه بيتكوفيتش يعلم داخليا انه هذه الدوره هذه راح تكون هو الاخر، ربما الامتحان الكبير له منذ مجيئه الى المنتخب. وفزنا مع سفيان بكاس افريقيا، لكن في هذه الحاله سفيان هو الذي فاز بكاس افريقيا، وهو الذي اخفق في الدورتين مع ظلم تحكيمي مقر من قبل رئيس الفيدراليه. اذا ما اردت ان تقارن وانت قلت لناصر يعني على الناخب بيتكوفيتش ان يقوم بدوره مشرفه من حيث النتائج والوصول الى النصف، اتوقف ايضا عند نقطه اخرى. في دوره كوت ديفوار صرح رئيس الفيدراليه بان المنتخب الوطني اقل يعني نتيجه مطلوبه من بالماضي واشباله هي النصف النهائي. اقلت بالماضي لانه لم يحقق ذلك الهدف، رغم انك اقريت بان هناك ظلم تحكيمي. الناخب السابق عليك ان تطالبه ما دامك انك اقلت هذا الناخب لانه لم يصل الى النصف، تطالب القادم بالذهاب الى اكثر من النصف وليس بمحاوله الذهاب الى الدور الثاني. هذا هو منطق الاشياء. لكن ربما الاتحاديه ترى في كاس افريقيا هدف ثانوي، تريد التاهل الى كاس العالم. التأهل إلى كأس العالم هو الهدف الأسمى والرئيسي والأول. تأهلت إلى كأس العالم يا عماد. أخشى أنه بيتكوفيتش اليوم يعني بين قوسين شبعان، يعني حقق المرجو وسيلعب كأس أفريقيا بكل ارتياح. لماذا تقول هذا الكلام؟ أنا أقول لك لماذا. أنت سألت سفيان عن التفاؤل. لقد حجموا التفاؤل، حجموه بطريقه اننا عندما نتاهل الى الدور الثاني هذه النتيجه المطلوبه. يعني حتى التفاؤل ارادوا تحجيمه، لم يحرروا يعني الطموح، وبالمقابل حجموا حتى التفاؤل. يعني هل توافقني في الطرح المنتخب الوطني الجزائري نحجم طموحه في الذهاب الى الدور الثاني؟ لماذا؟ لاننا في الدورتين السابقتين اقصينا من الدور الاول، صرنا نبني المشاريع على الناخب السابق. يا عماد، نبني المشاريع على قيمه المنتخب الوطني. أكيد. الناخب هو عنصر في المعادله وليس هو المعادله. بالماضي اتى الى الجزائر، فعل ما فعله وذهب. هل نبقى نبني طموحنا على ما فعله بالماضي فقط؟ حرروا الطموح يا عماد، لا تحجموا التفاؤل. التفاؤل هو الفوز بكأس افريقيا. لماذا اقول هذا الكلام؟ يا بيتكوفيتش سابقك يعني الناخب الذي كان قبلك رفع الكأس، عليك ان ترفع الكأس. اذا ما اردت ان نقول بان اليوم بيتكوفيتش استطاع ان يتبارز مع سابقه عندما يرفع الكأس في المغرب وليس عندما ياتي او يذهب الى الدور الثاني. هذا يعني كجواب على النقاش الدائر. اعود اليوم الى يوسف. قبل ما تروح ليوسف بالليلي اليوم رانا انا وياك مختلفين. قبل ما تروح ليوسف بالليلي نشرك سفيان قسومه في نقطه. سفيان، ما رايك اليوم انه بيتكوفيتش يجيب لك كأس افريقيا ويدير اخفاقين متتاليين في كأس افريقيا مره بعدها، ولا ينهزم في كأس افريقيا يعني ما يدير ولا نتيجه ويروح للمونديال ويديرنا للدور الثاني؟ وراه ما الذي تريد؟ لا، هو لو تيتر يبقى لو تيتر. انا جيب لي لقب واخفق في دورتي، ما تدينيش الدور الثاني لكأس العالم وانا في كأس افريقيا. عماد، الى في 3 نسخ لانه وليد الركراكي اللي راح لنصف نهائي كأس العالم قال لهم مازال ما شفتش روحي يعني في مستوى كبير، لانه الاهم ان تكون بطلا في قارتك اولا. اكيد. يا كاس يا افريقيا. اكيد. في المناصر ولا في البالماريس واش يكتبوا؟ اللقب اللي عندك. يعطيك الصحه. انا تمشي لي دور ثاني، لا انا ناخذ اللقب. واليوم انا يعني مع الفريق الوطني يتكلموا على نجوز للدور الاول. هذا فريق وطني، هذا رابع منتخب من حيث القيمه الماليه في افريقيا. شوف كل لا لي موان يا اخي، امكانيات عطاو كله. نصف النهائي هذا كي ما كانش نصف النهائي اقل شيء نظن باش تقول لي اليوم الطموح انه نفوت للدور الاول. لا سامح لي، هذا شغل راكم تشتموا فينا انا. والناس اللي راهي تدافع على هذا المنطق هذا يا اخي سامح لي، راجع نفسك، لانه هذا فريق وطني. وروح عاود راجع التاريخ تاع الفريق الوطني، المشاركات وين مشينا وين ولينا نتكلموا على جزء. هادو يحبوا يغطوا. كاين بعض الجماعات يعني تحب تفرض رايها وتحب بيتكوفيتش ردوه ما نعرفش. لا اخويا العزيز، اليوم اقل شيء تمشي النصف النهائي، ما تمشيش النصف النهائي اخفاق.